استبدلنا الميه باللبن، وكمان ما حطيناش عليه لا مايونيز ولا اي حاجه. كمان طلعناه صوص اقتصادي جدا جدا، لا خفيف قوي ولا تقيل قوي زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نقدم طبق العظمه اللي احنا عملناه ده. احلى فتة شاورما في العالم يا جماعه، هتعجبكم جدا. غرفت شويه عيش من المقرمش اللي انا عملته دوت، وعليهم صبيت شويه من صوص التوميه الرهيب يا جماعه. وكمان حطيت عليه بقى، غرفت عليه الرز الجميل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. وزعت الرز عليه كويس جدا يا جماعه زي ما انتم شايفين. شكله جميل وتحفه الطبق يا جماعه، بيتكلم عن نفسه. وبدأت كمان اوزع عليه قطع الشاورما الرهيبه والجميله يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. طبق لذيذ وتحفة وبيأكل يا جماعة، ومش هتشبعوا منه لو جربتوه بالطريقة ديت. بعد ما رصيت عليه قطع الشاورما زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، غرقته كمان بصوص التومية الرهيب اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الجمال